شريك حياتك مش رفاهية ومش خطوة ثانوية في العلاقة. ده الأساس اللي بيتبني عليه كل شيء: الحب، الأمان، الشغف، وحتى الاستقرار. كتير من العلاقات بتبدأ قوية، مشتعلة، كلها نبض وحماس، ومع الأيام الحماس ده يهدأ، مش عشان الحب قلة، لكن عشان الناس معرفتش تفهم بعض كويس من البداية، فبقوا يتحركوا في اتجاهات مختلفة من غير ما يقصدوا. الحقيقة إن كل إنسان جواه عالم كامل: مخاوف، رغبات، احتياجات، نقاط قوة، نقاط ضعف، لحظات توتر، ولحظات بيبقى محتاج فيها بس كلمته تطمنه. وكل ما قدرت تفهم العالم ده، كل ما قربت منه أكتر وفتح لك قلبه من غير ما تطلب. فهم الشريك مش معناه إنك تراقبه أو تحلل كل كلمة، لكن إنك تبقى واعي ليه، حاسس بيه، قادر تلتقط الإشارة قبل ما تتحول لمشكلة، وتقدم الاحتواء قبل ما يصدر نداء استغاثة. العلاقات اللي بتفضل مشتعلة طول العمر هي اللي فيها كل طرف شايف التاني، سامعه، حاسس بيه، ومهتم بكل تفصيلة فيه. إيفن الصغيرة اللي شكلها مش مهم، لكن تأثيرها كبير. كل علاقة فيها نار، بس الفرق بين علاقة نارها مريحة ودافئة وبين علاقة نارها بتنطفي هو مدى فهمك للطرف الآخر. الفهم بيخلي الشغف يعيش، وبيخلي وجودكم مع بعض مش مجرد عشرة، لكن رحلة ممتعة بتزيد حلاوة كل يوم، مهما مر الوقت أو اتغيرت الظروف. واحد، اسمع قبل ما ترد. الاستماع الحقيقي مش مجرد إنك تسيبها تتكلم، ده إنك تكون حاضر معاها. في لحظات كتير شريك حياتك بيكون محتاج بس يحس إن اللي قدامه شايفه ومقدر مشاعره، مش مستعجل يرد أو يصحح أو ينصح. ساعات الرد السريع بيقتل اللحظة، بينما السكون المتفهم بيبني جسور قوية بينكم. لما تسمعوا بتركيز هتفهم المعنى اللي ورا الكلام، مش بس الكلام نفسه. هتلاحظ لو في حاجة مأثرة فيها ومش قادرة تقولها بشكل مباشر. هتعرف الوقت اللي محتاجة فيه حضن بدل نقاش، ووقت الجدال اللي محتاج احتواء بدل دفاع. الاستماع فن، والفنان الحقيقي هو اللي يعرف يمسك اللحظة ويخلي الطرف اللي قدامه يحس إنه مهم، وإن كلامه ووجوده مش بيتكرر عندك. ودي أكتر حاجة بتخلي العلاقة تمتلئ دفء، وبتولع الشغف من غير ما تعمل مجهود كبير. 2، لاحظ التفاصيل الصغيرة الشخصية الحقيقية لأي إنسان بتبان في التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها. والناس اللي بتعرف تلاحظ التفاصيل هم اللي بيكسبوا العلاقة من أوسع أبوابها. التفاصيل مش لازم تكون حاجة ضخمة: تغير بسيط في نبرة صوتها، حركة إيد بتعملها لما تتوتر، سكوت غير معتاد، كلمة اتقالت بنبرة مختلفة، ضحكة شكلها مش زي العادي. الحاجات دي بتديك خريطة المشاعر، ولما تبقى فاهم التفاصيل دي هتعرف إمتى تحتاجك من غير ما تطلب، إمتى تكون متضايقة رغم إنها بتقول تمام، إمتى عايزة تتكلم وإمتى عايزة هدوء، إمتى تكون محتاجة اهتمام وإمتى محتاجة مساحة. ملاحظة التفاصيل بتقول للشريك بصمت: أنا واخد بالي منك حتى وإنت ساكت. والجملة دي لو اتقالت بالطريقة دي تكفي إنها تشعل 1000 شعلة من الحب والاهتمام. التفاصيل الصغيرة هي سر العلاقات اللي بتعيش، وسر الشغف اللي ما ينطفيش. 3، افهم لغة حبها. كل إنسان بيحب بطريقة مختلفة، وفي الغالب المشكلة مش إن الشخص ما بيحبش شريكه، لكن المشكلة إنه بيحب بلغته هو مش بلغته هي. وده واحد من أقوى أسرار العلاقات الناضجة: إنك تدي الطرف التاني الحب بالطريقة اللي هو بيستقبله بيها، مش بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة. لغة الحب بتيجي في أشكال كتير، منها الكلام الحلو، كلمة بسيطة ممكن تغير يومها بالكامل، اللمس، حضن،
لمسة على كتفها، أو حتى مسكة إيد بها طمأنينة. الهدايا مش لازم تكون غالية، المهم إنها تعبير إنك فاكرها. الأفعال، إنك تعمل حاجة من غير ما تطلب، ده بيبين إنك مهتم فعلاً. الوقت النوعي، وقت تقضوه سوا من غير تشتت ولا موبايل. التعمق الحقيقي في لغة الحب إنك تلاحظ ردود أفعالها، إمتى بتتغير ملامحها، إمتى بتهدى وتتنفس براحة، إيه اللحظة اللي بتحس بعدها إنها قريبة منك. ولو مش عارف، اسألها، اسألها بوضوح: إيه أكتر طريقة بتحسي إنها بتوصلك إني بحبك؟ السؤال ده لوحده يفتح باب مشاعر ووعي مش طبيعي. لما تديها الحب بلاغتها، بتحصل حاجة مهمة، بتحس إنها محتضنة بعمق، وإنك فاهم جوهرها مش شكلها. وده بيثبت العلاقة على أرض صلبة، ويخلي الشغف يشتعل بكامل قوته، لأن الاحتياج العاطفي الأساسي بقى مشبع. 4. اسأل أسئلة عميقة. الأسئلة العميقة في العلاقة مش مجرد محاولة لفتح كلام إضافي، لكنها وسيلة لاكتشاف الطبقات الداخلية لشخصية شريك حياتك. الإنسان بطبيعته معقد، وفي الغالب ما بيقولش اللي جواه بسهولة، وبيكبر جواه حاجات كتير من غير ما ينطق بيها، سواء خوف، ضغط، رغبة، نقص، أو حتى احتياج محدش لاحظه. وهنا يظهر دور السؤال العميق، لأنه بيشجع الطرف الثاني يفكر، ويفتح باب كان مقفول، ويخرج مشاعر متخزنة. السؤال اللي يتقالي بنبرة صادقة يقدر يعمل حاجات ما يقدرش يعملها الكلام العابر. هو يطمن، يكسر الحاجز، ويخلي الطرف الثاني يحس إنه مسموع ومحسوب، وإن اللي قدامه مش مهتم بالكلام والشكل، لكنه مهتم بالجوهر والعمق. اسأل أسئلة تكشف دواخلها، مش جدول يومها. اسأل عن اللي تعبها، اللي فارق معاها، اللي مضايقها ومش لاقية طريقة تتكلم عنه، اللي نفسها يتصلح، اللي محتاجاه منك، اللي نفسها تحققه، واللي خايفة تخسره. الأسئلة اللي من النوع ده بتخلق اتصال مختلف تماماً، اتصال مبني على فهم حقيقي وليس تخمين، وعلى مشاركة داخلية مش مجرد أحاديث عادية. المسألة هنا مش إنك تسأل علشان تجمع معلومات، لكن تسأل علشان تفتح مساحة آمنة، مساحة تحس فيها إنها تقدر تتكلم من غير خوف من الحكم، ومن غير خجل من ضعفها، ومن غير ما تحس إنها محتاجة تبرر مشاعرها. وده نوع من الأمان العاطفي ما ينتهيش بسهولة، لأنه بيبنى على لحظات صدق، وده بيجعل العلاقة تميل للاستقرار من العمق لا من السطح. والأسئلة العميقة مش لازم تكون كبيرة الحجم، لكن لازم تكون صادقة الاتجاه. أحياناً سؤال بسيط مثل: فيها حاجة نفسك أسمعها ومش عارفة تقوليها، يقدر يفتح باب كامل لتاريخ من المشاعر. وأحياناً سؤال مثل: إيه أكتر حاجة لو اتغيرت دلوقتي هتديكي راحة، يقدر يختصر شهور من الضياع في لحظة وعي. العلاقات اللي بتعيش مش علاقات فيها كلام كتير، لكنها علاقات فيها أسئلة بتوصل للداخل، لأن الداخل هو المكان اللي بيعيش فيه الحب الحقيقي، وهو نفس المكان اللي بيبقى محتاج مشاركة وطمأنينة علشان يفضل دافئ، وعلشان يستمر بينكم اتصال واقعي لا يتغير مع الزمن. 5. شاركها اللي جواك مشاركة ما بداخلك، مش معناها كشف كل تفاصيل حياتك، ولا إنها تتحول لمكان تفضفض فيه بلا حدود، لكنها خطوة أساسية علشان شريكة حياتك تفهمك بشكل صحيح. لما تخفي مشاعرك أو انفعالاتك، بيظهر على سلوكك تأثيرات من غير ما تكون هي فاهمة سببها، وده بيسبب سوء فهم ويخلق مسافة مش محسوبة. المشاركة هنا معناها إنك توضح اللي بتحس بيه بطريقة مرتبة وهادئة، سواء كان ضغط، إحباط، خوف، تطلع، أو حتى شعور بالإنجاز. الهدف مش إنها تعالجك، ولا إنها تتحمل مسؤولية مشاعرك وتفهم سبب تغيراتك النفسية. لما تخبرها بوضعك الداخلي،
هي بتبدأ تربط بين تغيرك والظروف اللي انت فيها، بدل ما تفترض سيناريوهات غلط أو تحس إنك بتبعد عنها. ده بيقوي ثقتها فيك وبيخلي التواصل بينكم طبيعي وسلس. ومهم جدا إن المشاركة ما تكونش عشوائية، لازم تختار الوقت المناسب اللي تكون فيه جاهز تتكلم بوضوح وهي جاهزة تستقبل. لازم توضح قصدك من المشاركة، هل محتاج رأي ولا محتاج بس اهتمام، ولا محتاج إنك تشرح موقف معين علشان تتفادوا خلاف؟ تنظيم المشاركة بالشكل ده بيمنع سوء الفهم وبيخلي كلامك مفيد للعلاقة بدل ما يكون عبئا عليها. 6. ادعمها وقت ضعفها. الدعم في لحظات الضعف مش معناها إنك تبقى البطل اللي يدخل يحل كل المشاكل، ولا إنك تتحمل عنها كل ضغوطها. الدعم الحقيقي هو إنك تكون موجود بشكل عملي ومفهوم في اللحظة اللي محتاجة فيها ثبات واتزان من الشخص اللي بتحبه. الدعم يبدأ بالاستماع، لأنك مش هتقدر تساعده من غير ما تفهم إيه اللي ضاغط عليها بالضبط، وهي نفسها ساعات مش بتكون عارفة تعبر، فوجودك الهادئ بيخليها تقدر توضح اللي جواها. بعد ما تفهم، تبدأ خطوة تانية، وهي إنك توضح إنك مستوعب اللي بتحس بيه، وإن اللي بتمر بيه طبيعي ومفهوم، من غير تقليل ومن غير تضخيم. الدعم مش مجرد كلمات، أحياناً يكون في شكل سؤال بسيط: تحبي أساعدك في إيه دلوقتي؟ السؤال ده بيوضح إنك موجود ومستعد تساعد بالطريقة اللي تناسبها هي. وفي أوقات تانية هي مش محتاجة حل ولا محتاجة نقاش طويل ولا محتاجة توجيه، هي محتاجة استقرار في حضورك ورد فعل متزن وغياب أي أحكام أو هجوم. الدعم هو إنك تكون عنصر أمان، مش عنصر ضغط إضافي. الدعم ما ينفعش يكون مشروط، لو بيظهر منك بس لما تكون انت في مزاج كويس أو لما تكون المشكلة بسيطة، مش هيعتبر دعم حقيقي. الثبات مهم، إنك تفضل تقدم نفس مستوى الاهتمام حتى في الأيام اللي انت فيها مشغول أو مضغوط، بحدود معقولة طبعا، وبيخلي ثقتها فيك وفي نفسها أعلى. 7. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة في العلاقات مش مجرد إضافات شكلية، لكنها إشارات دقيقة توصل للطرف الآخر إنه حاضر في بالك حتى في أبسط لحظاتك. الإنسان بطبعه يربط قيمته عند من يحبه بالطريقة التي يرى بها، وكلما لاحظت التفاصيل، كلما شعر شريكك أنه مرئي، مفهوم، وله وزن واضح في حياتك. التفصيلة الصغيرة ممكن تكون شيء بسيط ظاهرياً، لكنها تحمل قيمة كبيرة، لأنها بتقول إنك منتبه. انتباهك معناه إن وجوده مش عابر، وإنك مش بس موجود لما الأمور تكون مهمة، لكن حاضر حتى في الأشياء اللي يفتكر إن مفيش حد ياخد باله منها. ده بيخلق إحساس داخلي بالانتماء، إحساس إنك مش مجرد شريك، لكن شخص فاهم تكوينه، مزاجه وطريقته في الحياة. التفاصيل الصغيرة مش لازم تكون كلام أو هدايا، لكنها ممكن تكون ملاحظة تغير بسيط في تعبير وجهها، أو طريقة مشيها يوم معين، أو طريقة كلامه اللي تغيرت بسبب ضغط ما، أو حتى تذكر حاجة قالها بسرعة ومفتكرش إنك سمعتها. اللحظة اللي بتلتقط فيها التفصيلة دي تكون أحياناً أهم من كلمات طويلة، لأنها بتثبت إنك موجود وواع وبتفهم من غير ما تحتاج تشرح. 8. إبقاء الحوار مفتوحاً بلا حواجز. الحوار في العلاقة مش هدف التغلب أو الإقناع، لكنه وسيلة لفهم ما وراء الكلمات. وأكبر مشكلة تواجه أي علاقة هي لحظة يدخل فيها الصمت الثقيل، اللي الطرفين يسمعوا فيها بعض لكن ما يفهموش. وده ما بيحصلش فجأة، بيبدأ من لحظات صغيرة فيها حد يخاف يحكي أو يتردد أو يتجنب. تراكم التجنب يحول الحوار من مساحة أمان إلى مساحة حذر. الحوار المفتوح هو إن الطرفين يتكلموا من غير خوف من رد الفعل، ومن غير حساسية مفرطة،
ومن غير ما يتحول النقاش لساحة دفاع. الحوار المفتوح معناه إن كل واحد يشرح مشاعره بوضوح، ويقبل يسمع الحقيقة من الطرف الآخر حتى لو كانت ثقيلة. لأن العلاقات اللي بتستمر مش العلاقات اللي ما فيهاش اختلافات، لكنها اللي فيها قدرة على التعامل مع الاختلاف بوعي واحترام. وفتح الحوار مش معناه الكلام المستمر، لكنه يعني وجود بوابة دايما جاهزة للحديث في أي وقت. لما يحصل خلاف، بدل ما كل طرف يتوقع أو يفسر أو يعيد السيناريوهات في دماغه، يتكلم ببساطة. لما حاجة تتضايق تتقال، لما حاجة تفرح تتشارك، لما يحصل سوء فهم يتصلح قبل ما يكبر. العلاقة اللي تبني نظام حوار محترم وصريح هي علاقة ما تخليش حاجة تتراكم، وده يقلل من الانفجارات ويقلل من سوء الظن ويخلي الاتزان بينكم طبيعي. الحوار المفتوح مش رفاهية، لكنه الخط الدفاعي الأول عن العلاقة، والخط الهجومي الأول لتقوية الرابط بينكم. 9. فاجئها من وقت للتاني. المفاجآت ليست مجرد هدايا مادية أو لحظات رومانسية كبيرة، لكنها إشارات مستمرة عن الانتباه والاهتمام. الشخص اللي يشعر بأن شريكه يلاحظ اهتمامه ويضعه في الاعتبار بطرق غير متوقعة يظل مرتبطاً عاطفياً على الدوام، لأن العلاقة فيها عنصر غير قابل للتوقع. المفاجآت ممكن تكون بسيطة جدا، لكنها مؤثرة. كلمة غير متوقعة، رسالة قصيرة توضح التقدير، فعل صغير يعكس الانتباه لاحتياجاتها أو رغباتها، أو تخصيص وقت غير معتاد للقيام بنشاط مشترك. المهم ليس حجم المفاجأة، بل دلالتها، أنك منتبه، وأن وجودها في حياتك مهم بما يتجاوز الروتين اليومي. المفتاح في المفاجآت هو الصدق والملائمة. المفاجآت الكبيرة بلا معنى أو مبالغ فيها قد تسبب ضغطاً بدل المتعة. المفاجأة الناجحة هي التي تولد شعوراً بالأهمية والاهتمام، وتعيد شحن العلاقة بحميمية طبيعية من غير ضغط، وتخلق إحساساً مستمراً بأنك حاضر وملتزم. 10. خليك دايما نسخة أحسن. التحسين الذاتي المستمر هو عنصر أساسي في الحفاظ على الشغف داخل العلاقة. الشخص الذي يكتفي بوضعه الحالي ويعتقد أن الحب وحده يكفي، غالبا يشعر بعد فترة من الملل أو الانجراف، لأن الشغف يحتاج تجددا مستمرا. النسخة الأفضل منك لا تعني التغيير الكامل لشخصيتك، لكنها تعني العمل على تطوير نفسك، تعزيز قدرتك على التعامل مع الضغوط، إدارة المشاعر، تقوية التواصل، الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، وتطوير مهارات جديدة. التطور الذاتي يعطي شريكك شعوراً بالأمان والاستمرار في العلاقة، أنها ليست ثابتة في الركود، لكنها في حركة مستمرة نحو الأفضل. عندما يرى شريكك التزامك بالنمو الشخصي، يزداد احترامه لك وارتباطه بك عاطفياً وعقلياً. التحسين الذاتي لا يعني تجاهل الطرف الآخر، لكنه يشمل معرفة متى تكون مرناً، ومتى تكون داعماً، ومتى تضع نفسك في موقف يسمح لكما بالنمو معاً. هذا التوازن هو ما يحافظ على الحرارة في العلاقة ويمنع الرتابة، ويحول الشغف من مرحلة عاطفية قصيرة إلى ارتباط مستمر ومستقر. وأخيراً، العلاقة الناجحة ليست مجرد مشاعر عابرة أو لحظات رومانسية، لكنها بناء متكامل قائم على فهم حقيقي للشريك، ووعي باحتياجاته الداخلية، واستعداد دائم للحوار والمشاركة والدعم. كل نقطة تناولناها، من الاستماع العميق إلى ملاحظة التفاصيل الصغيرة، وفهم لغة الحب، وطرح الأسئلة العميقة، ومشاركة ما بداخلنا، إلى الدعم في أوقات الضعف، والحفاظ على مساحة حرة، والمفاجآت الصغيرة، والعمل على تحسين الذات.
كل هذه العناصر تتجمع لتصنع علاقة متينة ومشتعلة بالحب والثقة والاحترام. الفهم الحقيقي للشريك يعني أكثر من مجرد معرفة رغباته، إنه قدرة على إدراك مشاعره وتوقع لحظاته الحرجة والرد بطريقة تجعل العلاقة أكثر قوة واستقراراً. الشغف داخل العلاقة لا يظل حياً بالصدفة، بل يحتاج متابعة مستمرة، حضور واع، اهتمام بالتفاصيل، ورغبة حقيقية في الحفاظ على حرارة العلاقة. المفتاح هو التوازن بين المساحة والقرب، بين الصراحة والهدوء، بين دعم الطرف الآخر وتحسين الذات، بين الروتين واللحظات المفاجئة. العلاقة التي تعرف كيف توازن بين هذه العناصر هي العلاقة التي تصمد أمام التحديات وتستمر في النمو وتظل مشتعلة حتى مع مرور الوقت. في النهاية، فهم شريك الحياة ليس مهمة مؤقتة، بل أسلوب حياة. هو التزام يومي بالاهتمام والاستماع والمشاركة والاحترام، والعمل على أن تكون أفضل نسخة منك لنفسك ولشريكك. العلاقة التي تدار بهذه الطريقة تصبح مصدر أمان ودفء مستمر، وتحويل الحب من مجرد شعور عابر إلى رابط عميق ومستقر يبقى حيوياً ويستحق كل جهد واستمرار.